بسم الله اللي عطى آدم علوم البيان من قبل نظم القوافي والجمل والحروف وصلاة ربي عدد ما خفي شيء وبان على النبي عد منه عند بيته يطوف من بعدها يا علي يسرع عليها أوان هات القلم والورق تلقاه بين الكشوف اكتب وصاتي ولا تذرف دموع العيان اكتب عنين تخافت به وضلوع النحوف هذا الزمن يا علي ما فيه ذرة أمان بقعاه دايم علينا بالمخاطر تحوف وصايتي يا علي تبر بالوالدان والصاب إحسانهم رب بخلقه رؤوف أعطوك كل الحنان رد ربع الحنان الواجب إنه يجازه فعلهم بمعروف إن كنت تبغى علوك في رفيع الجنان احرص على برهم ولا عليك الكلوف وفروضك الواجبة في حين وقت الأذان احرص على وقتها تنجيك من كل خوف وإن كان مالك في صدور المجالس مكان لا خير في وقفتك عند ازدحام الصفوف وإن كنت ما انت بحكيم العقل في ذا الزمان الأيام بتعلمك اللون وجه الصدوف بتذوقك مرها ومن الحلاه على اللسان اصبر على مرها ولا تقول أوف وقت الشدايد تظهر درجة الامتحان خلك على قدها لا تعتذر بالظروف ما للمراجل سوى رجلا عضوده متان الكايدة حملها يشتالها على الكفوف دون الرفاقة يمينه بالمكارم سمان وعنجيرته يحتميها بالقنا والسيوف ولا تجادل سفيه ولا تخاوي جبان وكب الجهالة وخلك للمعرفة شغوف جود حصانك ولا تهمل وشد العنان اللي عثربك فلا تنفع كثير الحسوف البخل ما هو لمثلك يا عريب البطان خوالك كرام وأعمامك تحب الضيوف الجهل ظلمة ودربه يوردك للهوان والعلم نور ولا يغشى لنورها كسوف واختامها يا علي إن كان ولا مكان لا تدفن وصيتي بين الكتب الرفوف لا تدفن وصيتي بين الكتب الرفوف